عمرك سألت نفسك ليه مرتبك بيخلص بدري مع انك مش مسرف قوي؟ في الغربة في فلوس بتتسحب منك يوميا وانت مش حاسس، مش لانك بتصرف غلط، لكن في حاجات شكلها بسيط بس بتاكل المرتب بشكل كبير. في الفيديو ده هقولك على اخطر الحاجات اللي كانت بتستنزف فلوسي في الامارات وانا مش واخد بالي، والاهم كمان ازاي حافظت على فلوسي من غير ما احس اني محروم، لان الموضوع ده اكيد بيأثر على نفسيتي بصورة مباشرة. بس يا ريت تعمل لايك للفيديو علشان بيفرق معايا جدا يا جماعة، ولو تشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. وتعالوا نبتدي بأول حاجة ممكن تأثر على المرتب كل شهر، وهو اختيار السكن. من اكبر الغلطات اللي ممكن واحد يعملها في الغربه هو اختيار سكن غير مناسب ليه، زي مثلا ان الواحد يكون كل تفكيره انه يسكن جنب الشغل وخلاص من غير ما يعرف هل ده مناسب لميزانيته ولا لا. الايجار طبعا هيبقى غالي عليه بسبب الموقع المتميز لو قريب من شركات او منطقه شركات، وطبعا فواتير زياده، وهتلاقي نفسك بتصرف بصوره تلقائيه في رفاهيات. انت ممكن تسكن في مكان ابعد شويه وفي نفس الوقت تسكن جنب محطه مترو او باص، تقدر تروح شغلك في الميعاد ونفس الوقت تكون وفرت كتير قوي من ثمن السكن الغالي. انا لما وصلت الامارات وسكنت في سكن مشترك الاول كنت في منطقه ديره، اخترت تكون جنب مترو او محطه باص عشان اعرف انزل وادور على شغل. وبعد فتره لما اشتغلت وقررت اني انقل سكن تاني، سكنت في مكان قريب من الشغل على اساس اوفر وقت، وكنت بدفع مبلغ كبير علشان المنطقه كانت قريبه من البيزنس بي، فكانت مستواي غالي علشان موقعها المتميز، وبصراحه كان بياخد مني مبلغ كبير كل شهر. لكن بعد فتره حسيت ان الموضوع زياده عن اللزوم، واضطريت ادور على سكن ابعد وارخص شويه بس في نفس الوقت يكون مريح. الموضوع كان صعب اني اوزن بين الحاجتين، بس الحمد لله لقيت حاجه ارخص ونفس الوقت قريبه من محطه الباص، فما كانش فيه مشكله كبيره في الوقت. تاني حاجه الاكل الجاهز والطلبات. من اكتر البنود اللي بتاكل قوي من ميزانيه الشهر هي الاكل والشرب، لان معظم المغتربين بيعتمدوا بشكل كبير على الاكل الجاهز والمطاعم بسبب ضيق الوقت، والواحد بيبقى راجع تعبان من شغله مش قادر حتى يعمل حاجه بسيطه فبيستسهل ويجيب جاهز. هو ممكن يكون الاكل الجاهز مريح مؤقتا في الاول من مده صغيره، لكن في الشهر الموضوع بيبقى صدمه بجد، وهتلاقي نفسك صارف مبلغ مش قليل بس على الاكل الجاهز من بره. هنا شركات التوصيل زي طلبات وكيتا ونون بيسهلوا الموضوع بشكل كبير، اي حد ممكن يطلب اكل من التطبيق ويجيله لحد عنده في خلال دقايق. انا كنت بصرف في الشهر اكتر من 1200 درهم على الاكل الجاهز علشان الواحد فعلا بيبقى راجع تعبان من الشغل، فما كانش فيه دماغ اعمل اكله كده. خصوصا كمان السكن الشيرنج بيبقى الطبخ فيه بيبقى صعب شويه بسبب الزحمه ونقص الادوات، فعلشان كده نقلت لسكن تاني، وبعدها ابتديت في يوم الاجازه اعمل اكل يكفيني حوالي 3 ايام على الاقل، بيبقى جاهز على التسخين بس لما ارجع من الشغل. وكنت بتسوق في وقت العروض في الويك اند، او الموضوع كان بيوفر معايا تقريبا نص الثمن، فلقيت فعلا الموضوع فرق معايا اخر الشهر بشكل كبير. غير كمان الموضوع صحيا احسن كتير واضمن من انك تاكل اكل بره البيت طول الوقت. ثالث حاجه مهمه قوي وهي العربيه. ناس كتير قوي وانا اولهم اول حاجه بيفكروا فيها اول ما يستقروا ويعملوا اقامه ان هم يطلعوا رخصه ويشتروا عربيه حتى لو هم مش جاهزين ماديا لده. العربيه في الامارات رفاهيه مش ضروره قوي، ده لو شغلك مش بيتطلب عربيه قوي، لان مصاريف السياره حمل تقيل قوي على الراتب، زي مثلا قسط او بنزين او باركن او مخالفات وصيانه، كل ده لازم تحسبه من ضمن الراتب كل شهر، ده غير تامين وتجديد السياره كل سنه. فالموضوع اكبر بكتير من انك تشتري عربيه وتسوقها عادي كده في الامارات، وده لو مرتبك ما يستحملش الكلام ده. لكن انا من انصار ان يبقى عندك سياره، ده في حال ان لو المرتب بتاعك يسمح انك تعمل ده. انا عن نفسي اول ما عملت اقامه وطلعت رخصه من غير ما افكر اشتريت عربيه جديده من الوكاله، وما فكرتش في حاجه ساعتها غير القسط، واكتشفت ان في مصاريف تانية كتير غير قسط السياره، وكل ده عمل لي ازمه ماليه كبيره كل شهر، وللاسف ما قدرتش اكمل اقساط السياره وبعتها بالخساره، وكل ده عشان ما درستش الموضوع كويس. حتى ساعات كتير بيبقى عندي مشاوير في اماكن معينه ما قدرتش اخد العربيه فيها، وكنت باخد المترو او الباص، لان العربيه ساعات بتبقى حمل عليك قوي، زي مثلا لو عايز تروح سوق نايف ده مستحيل اروح بعربيتي، لان اولا ما فيش باركنج، شبه مستحيل تلاقي مكان تركن فيه عربيتك. تاني حاجه زحمه قوي جوه السوق، لو دخلت بالسياره مش هتعرف تخرج بسهوله. فقصدي ان مش دايما العربيه مساعده ليك، ممكن تستغنى عنها لو في بديل. انا مش ضد يكون معاك سياره، بس شوف سياره مناسبه وتدرس مصاريفك الشهريه هينفع ان يكون معاك سياره اصلا ولا لا. انا كنت عامل فيديو بتكلم فيه عن انواع السيارات في الامارات سواء جديده او مستعمله، ومميزات وعيوب كل حاجه منهم. لو ناوي تشتري سياره قريب لازم تشوف الفيديو ده الاول. رابع حاجه وهي المجاملات الاجتماعيه. الغربه علمتنا دايما ان كلمه تعالى نخرج او تعالى نقعد او تعالى نحتفل دي معناها فلوس طايره، مش لازم كل مناسبه لازم تتحضر. في اماكن وخروجات كتير في الامارات بفلوس رمزيه او حتى من غير فلوس خالص، وتقدر تنبسط وتعمل كل اللي نفسك فيه. عندك مثلا الشواطئ المجانيه والحدائق كمان تقدروا تتجمعوا فيها وتجيب معاك اكلك وشربك من البيت. حتى العائلات كمان في اماكن كتير مجانيه للاطفال، وفي اماكن كمان باسعار رمزيه جدا. خلي بس الاماكن او الخروجات المكلفه دي بتبقى مرتين او 3 في الشهر، اللي عايز ينبسط هينبسط باقل الامكانيات بجد. ودي من مميزات الامارات بصراحه، ان كل الناس بمختلف مستوياتها تقدر تخرج وتنبسط باقل الامكانيات. في كده وفي كده، انت بتختار. انا كنت بقابل صحابي مثلا نتجمع عند اي حد فينا نلعب بلاي ستيشن او نروح البحر في كل اماره، ايا كان كنت ساكن فين هتلاقي شواطئ
مناطق عامه مجانا، وفيها كمان الخدمات اللي تحتاجها هتقضي اليوم عادي، وكنا بننبسط كمان. وفي ايام كنا بنخرج البر وناخد اكلنا وشربنا معانا، وبرده دي بتبقى من الخروجات الحلوه هنا في الشتاء. برده الموضوع ده فرق معايا جدا في ميزانيه الشهر. خامس حاجه هو الشراء العاطفي او الشراء اونلاين بسبب وبدون سبب. اعرف ناس كتير عندها كل تطبيقات الشوبنج على موبايلها زي طلبات وامازون ونون وشي ان، ومسجل على تابي وتمارا، وتلاقي سجل الاقساط فيه كتير قوي كل شهر. بتلاقي الشخص قاعد في وقت فراغه بيقلب في كل التطبيقات دي على العروض والحاجات الجديده، بصرف النظر هو محتاج فعلا ولا لا، لكنه متعود يدور على اي حاجه جديده ويشتريها، وطبعا بيقسطها على تابي او تمارا، والحاجات دي تجيله لحد البيت. وعلى فكره انا كنت واحد من الناس دي، ودي صعوبه الموضوع ان التطبيقات دي بتسهل لك كل حاجه، انك تشتري من ناحيه الدفع عن طريق اقساط مش كاش، من ناحيه الثانيه ان يجي لك لحد البيت تاني يوم، فالموضوع اسهل مما تتخيل. فتلاقي نفسك كل شهر عليك اقساط ملهاش اي داعي لمجرد انك اشتريت حاجه بس للتجربه. وطبعا الاقساط دي غير مقبول ان انت تتاخر على دفع الاقساط دي باي شكل كان، لانه بيترتب عليها مسؤوليه قانونيه، فانت غني عن كل الكلام ده. فانا كنت في الاول مبسوط بسهوله الموضوع ويسهل لك كمان الدفع، وكنت بشتري كل حاجه اونلاين عن طريق التطبيقات دي. بس بعد فتره لقيت فعلا في سجل تطبيق تمارا وتابي، دول التطبيقات المسؤوله عن الاقساط، لقيت فعلا ان الموضوع مش احسن حاجه، وحسبت اللي دفعته قبل كده واللي لسه المفروض ادفعه، لقيت الموضوع مبلغ كبير جدا بجد. من ساعتها قلت لازم الموضوع ده ينتهي تماما. بقيت لما احس اني محتاج اشتري حاجه انا شايف اني محتاجها بستنى شويه، ممكن اسبوع مثلا، لو لقيت نفسي فعلا لسه محتاجها بشتريها. لكن لو عدى الاسبوع وحسيت ان الدنيا ماشيه من غيرها عادي، فبلغي الفكره تماما من بالي خالص واعرف اني مش محتاجها. سادس حاجه تحويل الاموال. معظم المغتربين هنا طبعا مغتربين علشان يبعتوا لاهلهم كل شهر مبلغ معين، لكن الاحسن انك تعمل التزام شهري مبلغ معين كل شهر، ده اللي تثبته في ميزانيه الشهر معاك، علشان بالطريقه دي بتقدر تعمل كنترول على المرتب اخر الشهر. لكن فكره انك كل شهر ترسل مبلغ معين او مختلف، ده بتخليك ما تعرفش تتحكم او تدخر المبلغ المفروض تدخره زي ما اتعودت، وهتلاقي نفسك دخلت في ازمه ماديه من غير ما تحس. انا كنت في الاول ببعت فلوس كل شهر مختلفه عن التاني، واجي اخر الشهر الاقي الموضوع تاه مني ومش عارف اظبط مصاريفي، لانك لو مش عارف التزاماتك الشهريه بالارقام تقريبا كام، الدنيا هتفرط منك خالص وممكن المرتب ما يكفيش لاخر الشهر. عشان كده انا حددت مبلغ معين كل شهر ده للتحويلات، ولو في شهر جه زياده مش مشكله، بس حدد نظام تمشي عليه. سابع حاجه الاهتمام بالمظاهر زياده عن اللزوم. مش عشان انت عايش في الامارات ولا في السعوديه فلازم تكون ماسك موبايل احدث موديل واشتري كل سنه الايفون الجديد عشان لما انزل مصر اجازه او اتصور يكون واضح ان ماسك احدث تليفون، مع العلم ان الفروقات الجوهريه مش كبيره، لكن فروق السعر كبيره جدا بدون داعي. وده مثال وينطبق على اسلوب حياتك عموما في الغربه، ودي بصراحه من الحاجات اللي بشوفها واستغرب قوي من الناس اللي ممكن تقف في طابور 12 ساعه قدام محل ابل علشان اشتري الايفون الجديد. بصراحه مش لاقي مبرر للتصرف ده غير انه مش اكتر من منظره وشو للسوشيال ميديا. وانا كنت في الاول بحب اشتري اللي نفسي فيه، واي تليفون جديد بشتريه، بس المبلغ كان كبير مع انه تقسيط. بس كنت بشوف اللي حواليا ماسكين التليفون الجديد وازاي انا مش عندي الايفون الجديد، بس تفكيري خلاص اتغير تماما. ما بقتش ابص في تغيير تليفون او عربيه او ايا كان لمجرد اني اجيب الحديث واتصور بيه قدام الناس. انا عن نفسي بغير تليفوني لو حسيت ان القديم خلاص فيه مشكله، فساعتها اقدر اجيب تليفون جديد. تامن حاجه عدم وجود نظام مالي تمشي عليه. بشوف ناس كتير بصراحه، وانا كنت كده في اول سنه ليا في الامارات، ما كنتش بحط نظام مالي امشي عليه من اول ما استلم القبض لحد ما يخلص اخر الشهر. كان لما بيبقى معايا فلوس اصرف عادي وما احسبهاش، وكنت عايش اليوم بيومه، لا في دماغي ادخار ولا في دماغي بكره، وكنت بشتري اي حاجه جديده حتى لو مش محتاجها. لحد ما قابلت شخص في الغربه بقاله سنين هنا، بس قال لي جمله انا بشكره عليها لحد دلوقتي. قال لي مهما تمسك فلوس هنا ما تفتكرش انك في امان، الحال ممكن يتغير في لحظه، ولو ما حافظتش على النعمه اللي في ايدك دلوقتي ما تضمنش بكره تبقى في ايدك ولا في ايد غيرك. ساعتها فعلا حسيت اني متغرب على الفاضي، وقلت لا، لازم امسك ايدي واحوش مبلغ كل شهر حتى لو قليل، بس على الاقل لازم اشيل حاجه كل شهر حتى لو 100 درهم. لكن ما تخليش شهر يعدي عليك من غير ما تستفاد بيه. شيل الاول مبلغ للادخار وبعد كده تصرف الباقي، مش العكس، ودي انسب طريقه للادخار من وجهه نظري اكيد. فعلشان توقف النزيف والخساره دي فلازم تعمل زي ما انا عملت، تجيب ورقه وقلم وتحدد مصاريفك والتزاماتك الشهريه، وتمسك بند بند وتشوف تقدر تستغنى عن ايه وتقدر تخفض انهي بند. حدد نزيفك، سجل مصروفاتك، وفر قبل ما تصرف، وحدد هدف واضح ان يبقى معاك مبلغ معين في الفتره الجايه، وتمشي على الخطه دي مثلا شهرين وشوف الفرق هيبقى عامل ازاي. اللي في الغربه مش محتاج نصايح اكتر ما هو محتاج انه يشوف الحقيقه ويراقب نفسه. المشكله مش في المرتب نفسه قليل ولا كتير، الفكره انك ازاي تدير مصاريفك صح علشان تطلع باقصى استفاده اخر الشهر ومن غير ما تكون قافل على نفسك. فلو الفيديو ده خلاك تفكر حتى لو دقيقه واحده، يبقى انا عملت اللي عليا. وقول لي في التعليقات ايه اكتر حاجه حاسس انها بتسحب فلوسك، وخلينا نتكلم بصراحه. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك والاشتراك في القناه علشان في فيديوهات جايه مهمه قوي ليك. واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.